والله العظيم انا اللي انا بقوله ده بيحصل، وبيحصل معايا انا، واكيد بيحصل مع ناس كتير. هو انا يعني مثلا ايه، لما مامتي بتدعي لي تقول لي يا رب لو في خير يقربولك، بتكلم على تحديدا بالذات على الاشخاص اللي بيتقدموا لي. لو يا رب لو في خير يا نورين يقربوا منك، ولو في شر يبعدوا عنك. والدعوة دي انا ملتزمة بيها في صلاتي في كل شيء. في اشخاص بعدوا يعني مش هقول بدون اسباب، بس هم عارفين لما بعدوا ان نورهان تستاهل ايه وقيمتها ايه. لان انا عارفه نفسي وعارفه تربيتي وعارفه اخلاقي وعارفه سلوكي وعارفه الحاجات اللي انا بشتغل عليها جوه نفسي. انا عارفه قيمتي كويس، والله ما غرور. طيب لما يمشي، هل انت ينفع تعاتب الشخص ده مشي لما يحب يرجع؟ اصل ده اللي بيحصل معايا. انا معايا عندي حالات تليجرام والواتساب والانستجرام، ان اشخاص كانوا في حياتي، في منهم اشخاص فاكرهم وفي منهم اشخاص مش فاكرهم، يعني بيطلبوا مني ان هم يرجعوا حياتي. مش بقول ان انا متعدده العلاقات العاطفيه، لان ده مش حقيقي وده عمره ما هيحصل. انا بقول اشخاص يتقدموا لي انا زي اي بنت بيتقدم لها ناس، وطبيعي كل بنت تتقدم لها ناس. يعني اللي بيبعت لي الرسائل على اي برنامج ومستني فرصه ومستني يرجع، يعني طب ايه الحجه اللي انت ممكن تقدمها لي اقتنع بيها؟ الناس اللي انا فاكراهم، طب ازاي؟ والله العظيم فعلا انا محتاجه حد يفهمني الحته دي قوي، يا ريت لو حد عارف يفهمني. وليه بيحصل كده؟ واكيد بيحصل كده وجهة نظر انا. لا يعني ربنا مش شايف لي في الاشخاص دي خير، جايز هما شايفين فيا خير، لكن ربنا مش شايف لي فيهم ليا خير.